السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بفيديو جديد. لو اول مره تشوفوني في القناه، انا آية وبعمل فيديوهات عن الميك اب والبشره والشعر. والنهارده بقى هنعمل فيديو جديد عن المطبخ وشويه حاجات كده مش هتصدقوها. لو قلتلك ان كيكه الشوكولاته الروعه اللي انتي شايفاها دي، الدايبه السوفت الناعمه اللي الصوص نازل عليها مغرقها كده ببيضه واحده بس ونص كوبايه زيت، اكيد مش هتصدقي. دي يا جماعة بقى وصفة سهلة وبسيطة كده ولذيذة، تعمليها في ثانية، المكونات كلها موجودة عندِك، مش هتكلفِك كتير إن شاء الله، وهتبقى طعمها حلو أوي وهتعجب كل اللي عندِك بإذن الله. لو عجبتكم شكلها ومنظرها وطريقتها، مش هتاخد بالضبط في العمايل 10 دقايق. فيالّا كده نسمي ونقول بسم الله ونقول عملناها إزاي. بس قبل ما نبدأ يا ريت تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا سبسكرايب لو لسه أول مرة تشرفوني في القناة. مش هنحتاج مكونات كتير عشان نعمل الكيكة دي، هي مكوناتها سهلة وبسيطة وبإذن الله موجودة عندنا كلنا. لو احتاجنا هنحتاج بس الكاكاو لو مش موجود، مش هنحتاج شوكولاتة ولا أي حاجة. يلا بقى نبدأ. عندنا نص كوباية من الزيت وكوباية من السكر. هنجيب الخلاط، أكيد الخلاط موجود عندنا كلنا. هنحط فيه نص كوباية من الزيت وكوباية من السكر الخشن عادي جدا، وكوباية من اللبن الحليب. أو لو ما عندكيش وعندك لبن بودرة، ممكن تدوبي لبن البودرة في كوباية مية وتستخدميه. ولو الحليب عندِك مش مكمّل كوباية، ممكن تكمّليه بمَيّة عادي جدًا. وهنحط معلقتين كبار كده من الكاكاو الخام، يكون نوع أنتِ بتستخدميه وعارفاه ومجرّباه، يعني الكاكاو عارفاه وكويس معاكِ نستخدمه، مش كاكاو مُحلّى ولا أي حاجة. ورشّة كده من الفانيليا عشان تدّينا طعم حلو. إحنا هناخد من الكمية اللي إحنا حاطينها دي الصوص اللي هنسيبه ونحطه بقى، نشيله في التلاجة لغاية ما نحطه على الكيك لمّا تخرج من الفرن. فحطينا فانيليا تدّينا كده ريحة حلوة. خدنا بالضبط حوالي كوباية إلّا ربع من الصوص دوّة، وهنسيب الباقي في الخلاط هنكمّل عليه الوصفة. معانا البيضاية أهي وعليها شوية من الفانيليا، وهنزوّد كمان نُص كوباية من السكر لو مش عايزاها مسكّرة. لو عايزاها مسكّرة خلّيها كوباية إلّا ربع، ومعلقة كبيرة من الخل. طبعًا لازم أساسي نحط خل عشان يرفع معانا الكيك. وطبعًا هنزوّد نُص كوباية من اللبن، أو زي ما قُلت لِك لو مش عندِك لبن كفاية ممكن تزوّديه بشوية مَيّة. عندنا هنا بقى كوبايتين من الدقيق المنخول، وكيس من البيكنج باودر كيس كامل، ورشة من الملح. هنزود كمان نص معلقة كده من الكربوناتو أو البيكنج صودا، عشان تساعد الكيك ان هي تبقى سوفت وناعمة وترتفع معانا كويس قوي. ونعوض ان احنا حاطين بيضة واحدة بس. ضربنا الحاجات دي كلها طبعا في الخلاط، وبعد كده هننزل بيها على المكونات الجافة ونقلب كويس جدا. في الجزء ده بقى يا بنات لازم نخلي بالنا كويس جدا من سمك الكيك. طبعا انا زي ما انتوا شايفين بعد ما قلبته لقيت سمكها خفيف، فزودت شوية دقيق. على حسب نوع الدقيق اللي انتي بتستخدماه الكيك هيديكي السمك اللي انتي عايزاه. فهنزود شوية دقيق كمان، مش هيفرقوا في حاجة ما تقلقيش. ونشوف نوصل لغاية السمك ده. ممكن اكون نص كوباية اللبن كانت زيادة معايا شوية عشان كده كانت خفيفة. انا بستخدم دقيق الكوثر. اي نوع دقيق انتي بتفضليه استخدميه. الكيك عموما مش بيفرق معاه نوع الدقيق قوي زي المخبوزات. معانا بقى صينيتين كده من بتوع التوست، انا حبيت استخدمهم. عايزه تستخدمي صينيه مدوره، صينيه مربعه، صينيه تيفال، اللي انت عايزاه. دول صينيتين ألمونيا عادي جدا اللي بنعمل فيهم التوست. ودهنتهم بالزيت. بس هنا بقى يا جماعه عايزه اقول لكم ان لازم تراعي كويس قوي لو الصينيه ألمونيا مش يعني بتلزق، مش زي الحاجات اللي ما بتلزقش. لازم تراعي كويس قوي انك تدهنيها كويس. انا دهنتها بزيت بس، فللاسف كانت لازقه شويه لما خرجتها من الفرن. فدهنيها بسمنه او زبده عشان ما تلزقش معاكي، او حطي ورق زبده. بعد كده صبيتهم ودخلتهم على درجه حراره 180 او فرن متوسط. وسبتهم طبعا على الرف اللي في النص لمده من 25 ل 30 دقيقه. بعد 20 25 دقيقة تقدري ان انتي تفتحي الفرن وتشوفيهم. طلعتهم طبعا، اختبرتهم بسكينة او خلة سنان، اي حاجة متوفرة عندك، وتغرزيها كده. مادام طلعت نظيفة خلاص بتبقى هي كده استوت. وطلعتها وسبتها تهدى، وبعد كده خرجتها من الصينية. خدت معايا مجهود شوية لان هي زي ما قلت لكم لزقت مني شوية لان الزيت كان قليل وانا بدهن الصينية. وخرجتها بقى وسبتها تبرد. وبعد كده ابتديت استخدم الصوص الشوكولات الفظيع اللي انا كنت عاملاه في الاول وشايلاه في التلاجة، ودهنته عليها من على الوش بالشكل ده.
على فكرة هي دي وصفة الجاتوه شاتوه بس مُعدّلة شوية، يعني أنا استخدمتها بطريقة مُعدّلة شوية إن إحنا تبقى أوفر معانا، وفي نفس الوقت تعمل لنا ما شاء الله كمية كبيرة، وفي نفس الوقت ما استخدمناش مكونات كتير، أو مكونات غالية بمعنى أصح يعني. هنا بقى ماما حبيبتي حبِّت تورّيكم كده الكيكة من قريب، زي ما أنتم شايفين هي كمان الكاميرا ظالماها soft جدًا، جدًا، يعني بجد والله مش عشان أنا اللي عاملاها، بس بجد لمّا تجرّبوها هتعرفوا الفرق بتاعها عن باقي الكيك، لإن هي soft وناعمة وطرية، وبإذن الله هتعجب كل اللي عندكم، وخصوصًا لو عندكم أطفال هتعجبهم جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم إن ما شاء الله إحنا خلّصناها مجرد ما خرجناها من الفرن. هنا بقى وأنا بادوق كده، كانت حاجة يعني ما شاء الله عليها تحفة بجد. أتمنى بجد إن أنتم تجربوها، أول ما تشوفي الفيديو ده كده قومي شوفي الحاجات موجودة عندِك، أو حتى لو ناقص عندِك اللبن أو الكاكاو ابعتي أي حد يجيب لِك كاكاو أو لبن، واعملي الوصفة دي بجد هتعجبِك جدًا، جدًا إن شاء الله، وفعلًا هتفرّحي كل اللي حواليكِ، وربنا يا رب يجعلنا دايمًا سبب كده لفرح الناس وسعادتهم، ويجعلنا دايمًا كده إيه نفرّح بعض ونسعد بعض. عملت لي طبعًا القلبين دول، ده القالب الكبير والقالب المتوسط. عايزة أنا حطيت واحد بس عليه الصوص والتاني سِبته كده من غير صوص عشان لو عايزة مثلًا تاكليه مع شاي أو حاجة، هيبقى برضه كويس ولطيف أوي معاكِ إن شاء الله. ده كده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه، وقدرت أفيدكم بمعلومة، يا رب بقى يكون عجبكم كده وتدعوا لي دعوة حلوة، ربنا يسعدنا كلنا يا رب ويفرّح قلوبنا دايمًا. أشوفكم على خير، مع السلامة.